الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والصلاة والسلام على من بعثه الله نبيا ورسولا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الحلقة السادسة من حلقات برنامج أسهل تفسير، وحديثنا اليوم سيكون عن سورة النصر. وقد كان الحديث في الحلقة الماضية حول سورة المسد، وأن محور سورة المسد يتحدث عن توعد الله عز وجل الكائدين للدعوة بالهوان والعذاب في الدنيا والآخرة. ومن هؤلاء الكائدين للدعوة أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بشره الله بالعقوبة وأنه سيصلى نارا ذات لهب هو وامرأته حمالة الحطب التي تحمل الحطب لتحرق نفسها وزوجها. أما سورة النصر فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنها آخر سورة نزلت، ولعل المقصود أنها آخر سورة نزلت بأكملها، وإلا فليست هي من أواخر الآيات التي نزلت. أما محور السورة فهو يتحدث عن بيان عاقبة الإسلام إلى النصر والفتح، وما يشرع عند حصول ذلك. يعني إذا حصل الفتح والنصر ماذا يفعل أهل الإسلام؟ وفيها إشعار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن مهمته انتهت مهمتك يا محمد، فأكثر من الاستغفار. ولذلك فيها قرب أجله وقرب موته صلى الله عليه وسلم، وفيها ماذا يختم آخر حياته، ما الذي يختم به آخر حياته. فهذه السورة فيها إشارة إلى فتح مكة، وفيها إشارة إلى انتشار الإسلام، وفيها حث على التوبة والاستغفار. من القصص في هذا وحول هذه السورة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع أشياخ بدر أهل الشورى الذين يجمعهم ويستشيرهم، فكأن بعض الصحابة وجد في نفسه يعني ليش تدخل ابن عباس وعندنا ابن سؤال يعرف أنه لن يجيب على هذا السؤال إلا ابن عباس. قال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إلى آخره؟ فقال أحدهم: هذه واضحة، أنه أمرنا أن نحمد الله عز وجل ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعض الذين كانوا في المجلس، فقال عمر بن الخطاب يسأل ابن عباس: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ يعني هذا رأيك في هذه الآية؟ فقال ابن عباس: لا. قال: فما تقول؟ يعني عطني رأيك. قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن أجل الرسول أعلمه الله له، أن الله أعلم نبيه أنه سيموت. هذا هو الواضح من هذه السورة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فذلك علامة أجل موته. قال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. يعني هذا الكلام اللي ذكر ابن عباس هو نفس الكلام الذي عندي. وفي هذا ظهر فضل ابن عباس وذكائه وعلمه رضي الله عنهم أجمعين. روي عند الترمذي أنها لما نزلت هذه السورة خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله. طبعا النبي قال هذا الكلام، ففهم ذلك أبو بكر الصديق، فهم أن هذا الكلام وأن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أجله اقترب، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأموالنا، رضي الله عنه وأرضاه. يقول الله عز وجل: إذا جاء
نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا هذه شرطية ولها فعل شرط، إذا جاء نصر الله والفتح فسبح، هذا فعل وجواب الشرط. فإذا الشرطية جاءت هنا لتفيد أن هناك شيئا منتظرا، انتظر إذا جاء نصر الله، يعني سيأتي نصر الله. وقد كانت العرب التي لم تسلم كانت تنتظر انتصار النبي على قريش، هي تنتظر، هي ما تأكدت هل النبي صادق أو لا. إذا انتصر النبي على قريش علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نبي، وحصل ذلك لما انتصر النبي على قريش دخل الناس في دين الله أفواجا. ثم قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله، أي عون الله لنبيه على أعدائه وهم قريش. وإضافة النصر إلى الله، نصر الله دل على عظمته وأهميته، ودل على أنه نصر عظيم اعتنى الله به وبأسبابه. ثم قال الله عز وجل: والفتح. والمقصود بالفتح هنا فتح مكة، يعني أن الله أخبر نبيه بأنه سيفتح مكة قبل أن يفتحها. وكان ذلك في السنة 8 من الهجرة، فتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة، في قصة طويلة. بدايتها أن قريش نكثت العهد ونكثت الهدنة، كان بين النبي وبين قريش هدنة مدتها كم؟ 10 سنوات. فنكثت قريش هذه الهدنة، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليفتح مكة، فتحرك ب10,000 مقاتل. ولما وصل النبي إلى مكة حصلت بعض المناوشات من خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل قبل أن يسلموا، يعني قتل 2 من الصحابة و12 من الكفار. لكن المهم أن النبي دخل مكة فاتحا حتى أنه وصل إلى باب الكعبة وكان يقول: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بعد فتح مكة السنة 8 دخل الناس في دين الله أفواجا في عام الوفود، أصبح الناس يفيدون. ولذلك قال الله عز وجل: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في هذا خبر أنك يا محمد سترى الناس يأتون من كل مكان أفواجا وجماعات يدخلون في الإسلام، يعني هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنك سترى هذه الوفود. قال الله عز وجل: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا من كثرتهم، فأكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار، فإن أجلك قد اقترب، الموت قد اقترب. وذلك قال الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح، التسبيح أن تعتقد أن الله عز وجل له صفات الكمال لا نقص فيها ولا عيب، له من الصفات أكملها. إذا علمت أن الله بصير فاعلم أن الله يبصر كل شيء، حتى ما في أعماق هذه الأرض، حتى ما في أطراف هذه السماء. إذن بصر الله كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. تخيل أن الله يبصر كل ذرة في هذا الكون، ذرات مياه، ذرات تربة، ذرات هواء، حتى أطراف هذا الكون والسماوات، وهذا دليل على عظمة الله سبحانه جل في علاه. إذن التسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص وعيب، ثم تحمد الله بأن تعتقد أن له الصفات الكاملة مع المحبة والتعظيم لله سبحانه. هذا هو الحمد، أن تعظم الله وتحب الله عز وجل مع اعتقادك بأن له صفات الكمال. ولذلك قرنت التسبيح مع التحميد في كثير من الأذكار، تقول سبحان الله وبحمده. ولذلك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثم قال الله عز وجل: إنه كان توابا. تواب يعني كثير التوبة، يحب التوبة ويقبل التوبة.
إذن الله تواب أنه يعين عباده وييسر لهم ويوفقهم إلى التوبة، فإذا تابوا قبل الله توبتهم. مهما تكرر الذنب فكررت التوبة فإن الله يكرر قبولها. الله تواب. إذن تواب أي أن الله ييسر التوبة لعباده، فإذا تابوا قبل الله توبتهم. ولما نزلت هذه السورة أخبرتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يسبح الله في ركوعه وسجوده. ماذا يقول؟ يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أخرجه البخاري، يقولها في الركوع والسجود. نستفيد من هذه السورة عدة فوائد. من هذه الفوائد أن الله بشر نبيه بفتح مكة قبل أن تفتح، وبشره بأن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا، وهذا علامة على انتشار الإسلام وأن الله سينصر الإسلام، وهو من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم. الثاني أن النصر من عند الله. قال إذا جاء نصر الله، دليل على أن النصر لا يكون إلا من عند الله. لذلك لن يكون نصر إلا إذا تحققت أسبابه. أسباب النصر كثيرة: الإيمان وترك المعاصي وعدم التنازع وترك الدنيا، كل هذه من أسباب النصر. إذا تخلفت الأسباب يتأخر النصر. كذلك من الفوائد فضل التسبيح والتحميد والاستغفار، خاصة في ختام الأعمار. آخر حياتك اختمها بكثرة الاستغفار والتسبيح والتهليل. وينبغي على المسلم كلما كبرت سنه أن يقترب من الله أكثر، هذا هو الذي ينبغي. ولذلك الله عز وجل نبه نبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس فسبح بحمد ربك واستغفر. اختم حياتك بالاستغفار، وهكذا يكون المسلم مستعد للقاء الله. الفائدة الخامسة عدم استعجال النصر. الله سينصر الإسلام، سواء الآن سواء بعد سنة سواء بعد سنين، الإسلام منتصر، فلا تستعجلوا النصر. نختم: ما هي الأعمال التي ينبغي علينا أن نفعلها بعد سماعنا لهذه السورة؟ إيش الأعمال؟ أولا أن نسعى في دعوة غير المسلمين، وندع الناس يدخلون في دين الله بالكلمة الحسنة، بالدعوة إلى الله، بنشر الكتاب، بنشر الشريط، وهكذا أن ندعو إلى دين الله حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. إذن اسعى بدعوة الناس حتى لو بأخلاقك. ترى بعض الكفار يتأثر بأخلاق المسلمين فيسلم. الثاني أن نفرح بانتصار الإسلام والمسلمين في أي مكان. الثالث أن نكثر من الاستغفار، وقد كان النبي يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. إذن عود نفسك في كل مجلس استغفر أكثر من 70 مرة. أكثر من الاستغفار في المجالس، في الذهاب والإياب. كذلك هناك قصص كثيرة تبين أثر الاستغفار. يعني هناك قصص لأناس لم يرزقوا بالذرية، فبسبب كثرة الاستغفار رزقهم الله بالذرية. أناس عاشوا في فقر فأكثروا من الاستغفار فكان سبب في أن تتغير حياتهم. إذن الاستغفار يغير. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك من الفوائد الإكثار من التسبيح والتحميد، خاصة الأذكار المعروفة هذه أكثر منها. ولعلي أذكر بهذا الذكر لا تنسوه، ذكر عظيم، كرروه 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذا ذكر عظيم، كرره 3 مرات وأكثر منه دائما. آخر أعمال أنصحكم بها أن تكثروا من التوبة النصوح. دائما تب إلى الله. الله تواب يحب التائبين ويفرح بتوبة عبده إذا تاب. فأكثروا من التوبة إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي. أسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.